صباح الخير، صباح السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. هارد لك معلول. الحقيقة الفريق التونسي عمل مباراة رائعة مع فرنسا، عمل أداء محترم، لكن خلاص هي كده يعني. هم في ماتش استراليا كان يقدروا يكسبوا، للأسف المدرب أو المدير الفني بتاع الفريق التونسي أو المنتخب التونسي للأسف ما قراش المباراة صح أو استهتر بيها. لعب في التشكيل، فكانت النتيجة طبعا انهم ما كسبوش الماتش، والنتيجة خروجهم النهارده امبارح يعني من كاس العالم. كنت اتمنى انهم يوصلوا. السعودية نفس الموضوع، مباراة رائعة قدام الارجنتين، كسبوا الارجنتين، من بعدها الدنيا ابتدت تبوظ. عقلية اللاعب العربي محتاجة تتغير يا جماعة. قصة تمثيل المشرف دي قصة خلصت من زمان. انت النهاردة بتجتهد، بتعمل قدموا مباريات رائعة، عملوا جزء كبير من اللي عليهم، لكن الاكبر هو التأهل، انك تتأهل وتوصل. انا معلش، انا مش بعتني ان انا اتكلم حاجة بره النادي الاهلي يعني، بس انا الموضوع ده تحديدا نفسي اتكلم فيه. موضوع يا جماعة يعني لازم يبقى فيه تأهيل ذهني للاعبين وتأهيل نفسي. لازم يبقى في اخصائي موجود في المنتخبات يأهل تحديدا قبل البطولات الكبرى، يأهل اللاعبين العرب. يعني انت النهارده كسبت فريق كبير، ده حاجه كويسه جدا. اوقفه بقى على الارض، انزل اللاعب ده على الارض تاني، يعني ما يبقاش اللاعب خلاص انا عملت اقصى حاجه، انا عملت كل حاجه في الكوره. لا، انت كونك كسبت الارجنتين ما عملتش كل حاجه في الكوره، كونك كسبت فرنسا ما عملتش كل حاجه في الكوره. نتائج كويسه، نتائج محترمه، نتائج تعتبر مبهره في حدود اللي هم ال3 مباريات، لكن انت النهارده ايه الاهم والاحسن يعني انت لما كسبتش الارجنتين وصعدت، اعتقد كان الموضوع هيبقى برده محترم، يبقى افضل. بس طبعا الفوز كان مهم انك بتكسب يعني. بس لازم يا جماعه يحصل، يعني لازم ده في كل المنتخبات العربيه وفي مصر برضه، منتخب مصر كده طبعا ناهيك عندنا احنا في منتخب مصر، ناهيك طبعا عن العك الرياضي. يعني سيبك بقى من، يعني مش القصه بس تاهيل نفسي للاعبين، احنا الحقيقه محتاجين تاهيل نفسي وسلوكي واخلاقي وضميري للمسؤولين عن الرياضه اصلا، يعني اللي بيديروا كره القدم يعني في الحقيقه. فسيبك من مصر دلوقتي، مصر بره بطوله العالم واحنا متفرجين. يعني احنا كسبنا حضرتك بلجيكا في ودي، فده حاجه كويسه. كسبنا بلجيكا ودي، صعدونا بقى. السنغال كسبت لانها عندها فريق محترم جدا جدا، عندها حتى في غياب ساديو ماني عادي، ما فرقش غيابه، الفريق صعد عن استحقاق. السنغال اشتغلت صح على فكره، بعيد عن الفرقه العربيه هرجع لها تاني. السنغال اشتغلت صح جدا. ماني قام بدور رائع، ماني كان بيصرف كتير على المنتخب وعلى الفرقه علشان تبقى حاجه كويسه. ومن غيره اهو نتائجه جت حتى هو مش موجود. كان في اخلاص ما بين في المسؤولين عن الرياضه في السنغال، سواء بقى اتحاد الكره عندهم، معرفش عندهم وزير رياضه، عندهم ايه يعني في الرياضه بيسموه ايه، انما هم منظومه كامله اشتغلت لصالح ده. السعوديه منظومه كامله اشتغلت لصالح المنتخب، ما بيشتغلوش لصالح نادي والنادي لا. تونس اشتغلوا في اخطاء كتير طبعا في الاتحاد التونسي، وعندهم بعض الاشياء اللي ممكن يكونوا بيعملوها مع الاتحاد الافريقي، بس في الاخر وكذلك المغرب طبعا يعني، وكلنا عارفين قصه المغرب والاهلي والقصه دي، سيبكم بقى من الموضوع ده. انما في الاخر بيشتغلوا، حتى لو الموضوع ده مش عاجبنا، بس بيشتغلوا كل الانديه مش لنادي واحد. ما فيش حاجه اسمها انت جاي مسؤول حضرتك بس كده عشان تنجح نادي او تفشل نادي يعني. فاشتغلوا على الاقل، وصلوا كاس العالم، قدموا مباريات كويسه. لكن بقى ارجع تاني للتاهيل، لازم يا جماعه، لازم نفسيا اللعيبه يبقوا المدربين، لو تحديدا لو كانوا مدربين عرب يعني، ان يعني يبقوا فاهمين ان انت لما بتكسب او بتعمل ماتش كويس، ده مش هو ده يعني التمثيل المشرف ده مش حاجه حلوه يعني. خلصت بقى قصه التمثيل المشرف ده، في حاجه اسمها حضرتك صعود بقى.
يعني انت كان المفروض تصعد، انت كنت تستحق الصعود يا سيدي، كنت تصعد من غير حتى ما تستحق، بس على الاقل تصعد لما توصل، نوصل الدور اللي بعديها، نوصل المربع الذهبي. اسم انك كنت في المربع الذهبي، اسم انك ما رحتش مجرد بس كده يعني تمثيل مشرف، لعبت لك ماتشين ثلاثه او 3 ماتشات ورجعت. يعني امتى بقى هنخرج من الدايره دي؟ يعني كل المنتخبات العربيه ترجع لقصه او مش ترجع، تبتدي في قصه التاهيل النفسي ده. كان في حاجه لطيفه جدا جدا، احنا فعلا شعوب عربيه رغم كل اللي ممكن نقوله، ساعات رغم ان ساعات يعني لما بيكون فرق بتقابل فرق من الدول دي، بتلاقي فرق من عندنا وكده، تحس ان في لا يلا وبتلاقينا ايه، تحس ان احنا مش يعني لا ايه ده الناس مش طايقه بعضها، لا خالص بالعكس، الناس كانت كلها مع المنتخبات العربيه. كنا بنشجعهم وبنهيص وبنعمل. برضو الروح العربية لسه موجودة، الإحساس ببعض لسه موجود. علي معلول عمل موقف رائع مع المشجع التونسي اللي نزل بعلم فلسطين، وراح واتكلم مع الأمن عشان برضو ما يزهوش أو يضايقوه. لسه العرب برضو فيهم حاجات حلوة، الشعوب العربية لسه فيها حاجات حلوة مع بعضها، أتمنى تستمر. أتمنى يا رب إن شاء الله إن نعدي بقى مرحلة التمثيل المشرف ونبقى منتخبات محترمة بجد. يا رب يا رب يعني مصر تبقى موجودة في كأس العالم اللي جاي، بس عشان مصر تبقى موجودة في كأس العالم اللي جاي لازم تتغير المنظومة الرياضية كلها، يمشي كل الناس اللي هي اللي واخدة الرياضة سبوبة بس، أو واخداها تشجيع متعصب، ثم مشجعين درجة 10 كده متعصبين لنادي معين. اتمنى ان شاء الله ان الدنيا تختلف، اتمنى المنظومه كلها تختلف، حتى التحكيم، حتى لو في شويه عنصريه شويه في بعض الحكام، بس بتلاقي في الاخر ان برضه ما بتبقاش فجور او فضايح، غير طبعا عندنا ما شاء الله يعني الفضايح والفجور دي حاجه، دي الطبيعه الطبيعي عندنا في التحكيم يعني. فالاهلي بكره يا جماعه ان شاء الله باذن الله عنده ماتش مهم جدا، برضو ماتش رزل في الكوره مع طلائع الجيش، وانا قلت قبل كده ان برضو طلائع الجيش من الانديه الرزله جدا زي المقاولين في لعب في الكوره، طلائع الجيش تحديدا قدام الاهلي بيلعب كوره رزله شويه. اتمنى ان شاء الله الاهلي يكسب. معلول طبعا مش هيلحق، معلول بيعد للماتشات اللي بعد كده. اعتقد معلول يرجع ان شاء الله يمكن بكره او بعده، يرجع بالسلامه ان شاء الله، يتعمل له لسه استشفاء وحاجات كده. ف برضه هتكلم على الاهلي. امبارح الحمد لله التدريبات كانت ماشيه كويس، الاهلي عمل تعاقد مع بنك ابو ظبي، حاجات كلها ما شاء الله، الاهلي في حته تانية خالص، بس يا رب يرفعوا ايديهم عنه، والاهلي هيفضل فوق الجميع. احنا الاهلي، انتوا مين؟